السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا في أسعد حال. كل عام وانتم بخير وعيد سعيد ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وطبعا بيحلى العيد كمان بزيادة مع الكعك وريحة الكعك اللي تعودنا عليها كل سنة. فهين عندي راح نعمل الكعك على الطريقة الفلسطينية أو على طريقتي. فهين عندي نص رطل طحين، هو عبارة عن بالكوب المعياري 10 أكواب. فالكيلو ونص او نص الرطل بحطهم في وعاء واسع. بضيف عليه نص كيلو سميد، عبارة عن 3 أكواب معيارية من السميد. فين بخلطن كويس مع بعض. هين عندي المنكهات اللي هي 3 معالق كبيرة سمسم محمص، ومعلقة كبيرة حبة البركة، ومعلقة صغيرة محلب محمص ومطحون، ونص معلقة صغيرة مستكة مطحونة مع سكر، و3 معالق كبيرة من 4 معالق كبيرة من دقة الكعك، وعندي نص كيلو سكر مطحون. طبعا راح تستغربوا من كمية السكر. احنا طبعا تعودنا من واحنا صغار على طعم الحلاوة في الكعك. فخلص هذه الطريقة ظلت معتمدة، تعودنا عليها، وهي طريقة كتير 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 طيبة. فبنخلط كل المكونات مع بعض. هاي عندي نص علبة سمنة، او انا ما كان عندي نص بالضبط، كان يعني نص الا شوية، فاجن بالضبط 2 كوب معياري سمنة. فانا ما غليتها، لا بس دفيتها خليتها تسيح، وعلى طول ضفتها على الطحين. وعندي نص قنية سيرج او زيت. طبعا هذا زيت عباد الشمس. فلقيت ببس كل المكونات مع بعض. فانا لازم احط 1 فانيليا وواحد بيكنج باودر، فانا نسيت، فبعد شوي راح تشوفوني راح اضيفهم. لازم ضروري جدا نبس الكعك كويس علشان يعطينا نتيجة كويسة. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيا ريت ما تنسوا اللايك، واللي ما اشترك في القناة يا ريت يشترك فضلا وليس امرا، وتفعلوا زر الجرس علشان كل فيديو جديد بنزله يوصلكوا اشعار بيه. فهين انا بضيف البيكنج باودر والفانيليا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فهين برجع ابس تاني. طريقة البس لازم تكون مظبوطة 100% عشان يزبط معانا الكعك. فانا قعدت بحوالي 10 دقايق وانا ابس فيه، فصراحة والله تعبت، بس اعطاني نتيجة ما شاء الله، يعني نتيجة روعة روعة كتير. لازم نقلبه كويس الطحين اللي تحت والسكر لازم ندمجهم كويس مع بعض. وطبعا دقة الكعك انتوا يا حبايبي عارفينها، يعني هي عبارة عن ينسون وشومر مطحونين مع بعض، فهي الأساس في وصفات الكعك. هاي هين بعد ما بسيته بغطيه وبسيبه 4 ساعات. أنا هين طبعا بعد ما بسيته
بسيته الصبح فتركته لبعد الظهر لحد ما صليت، بعدين بلشت فيه اعمل، اشتغلت فيه. فهين بغطيه كويس عشان ما ينشف معانا ولا عشان ما يتشقق كمان في التشكيل. فهين كويس بغطيه وبحطه على جنب. هاي عندي العجوة. العجوة طبعا لازم اضيف عليها زيت علشان تطرى معانا ونقدر نشكلها بسهولة. فبضيف عليها زيت، اذا عندكم سمن برضو كويس زي ما انتم حابين، سمن او زيت، المهم مادة دهنية عشان نقدر نشكل العجوة وتكون سهلة التشكيل معانا، لانه الزيت بطريها. فانا بضيف معاها شوية سمسم وشوية من دقة الكعك وشوية قرفة. هذه المطيبات كلها بتعطينا نتيجة حلوة. هين بقطعها قطع صغيرة علشان اقدر اشكلها بسهولة او تتعجن معايا كويس، عشان ما تكون صعبة كتير عليا في العجن. هي طبعا في البداية بتكون يابس شوي، وبعدين مع الزيت والعجن فيها بتطرى معانا. فانا بعدين طبعا ضفت لها شوية زيت، بس ما صورتها معاكم لانها كانت يابسة شوي. فانا ضفت شوية زيت عليها، فانتوا زي كده يعني اذا انتوا جيتوا عجنتوها وكانت يابسة ضيفوا كمان شوية زيت عليها. بعد تقريبا 4 ساعات او 5 ساعات زي هيك، فاجيت للكعك اللي بسيته، العجينة. طبعا ببسه للمرة الأخيرة هيك على السريع. فعندي هين مية ينسون، غليت ينسون وبردته وبضيفه على الكعك عشان أعجن الكعك فيه. فهين بالضبط أجن كوبين معياريات، فأنا ما بعرف الطحين عندكم قديش ياخد. فأنتوا طبعا تبقوا يعني عينك ميزانك، تبقوا تعجنوا، ولما تيجي تتشكل معكم العجينة بسهولة تشوفوها سهلة التشكيل، خلاص بتوقفوا المادة السائلة كيف ما انتوا حابين. في ناس بيعجنوه بحليب، في ناس بمية زهر، يعني زي ما انتوا حابين. فطبعا بتضلكوا تضيفوا لحد ما العجينة تكون سهلة او تكون تشوفوها مناسبة، خلاص بتوقفوا العجن. فزي ما انتوا شايفين انا بعجن وبرد يعني يعني ردم وبضغط لتحت، يعني بلم وبردم، مش بملك العجينة لا، عشان ما يطلع معنا زي الخبز. بلم هيك وبضغط ضغط خفيف، بلم وبضغط. طبعا هو ما بنعجن زي الخبز لا، بضلني اضيف من مية اليانسون بشوي شوي عشان ما تكون بزيادة المي معنا، بعدين ما نقدر نتصرف في العجينة. فاحنا شوي شوي لحد ما تصير مناسبة. فهين زي ما انتوا شايفين يعني كله من تحت بقلب وقلب عشان ما يضل طحين مكتل ولا يضل اشي مش معجون.
هاي هين بجرب العجينة، فلقيت انها لا لسه بدها شوي، فانا بضيف شوي بالضبط زي ما حكيت لكم. اخذت معايا كوبين معياريات من الكوب المعيار اللي شفتوه معايا قبل شوي. هيك انا بجرب العجينة، فهيها زبطت، شايفين ما اروحها كيف؟ خلاص انا هيك بكتفي بالعجن، يعني خلص مادامها تشكلت معايا بسهولة وما تشققت معناه خلص. لقيتها بغطيها وبسيبها كمان ساعة ترتاح. لقيت بجيب العجوة وبصير أكورها. طبعا أنا بحب العجوة كتير في الكعك تكون بزيادة، فأنا كبرت الكرات شوي. يعني بحس لما العجوة تكون بزيادة في الكعك بتكون طيبة، بيطلع الكعك هيك بحسه كتير طيب بكون. فهين ببدأ أشكل في الحبات الكعك. هاي عند العجوة بغطي، ضروري جدا أغطي العجوة وأغطي العجين. حتى الصواني بعد ما أشكل حبات الكعك لازم أغطيه عشان ما ينشف. فهين هاي عند العجينة راح أبدأ أقطع الحبات الكعك. طبعا زي ما انتو حابين، في ناس بحبوا حبات الكعك صغيرة، في متوسطة، فأنا عملتها متوسطة. طبعا أنا بتأسف كتير لأن هنا الكاميرا مش جايبتني كويس وأنا بكور وأنا بشكل في حبات الكعك، فأنا كنت بصور وبفكر أنا بصور إيديا، فكان التصوير كله جاي على اتجاه واحد. فهين وأنا بشكل في الحبات برضو التصوير ما كان جايبني، لأن أنا كنت قاعدة على الأرض وقاعد بشتغل لأنه أريح لي. فما انتبهت إنه الكاميرا ما بتصور كويس. هاي هين بعد ما شكلت كامل الكمية، فحميت الفرن على حرارة فوق المتوسطة، وراح أبدأ أخبز الكعك. طبعا ما بحتاج إن ندهن الصواني أي مادة دهنية، لأنه الكعك فيه مادة دهنية كتير، فما بنحتاج ندهن. فهاي زي ما انتو شايفين حبات الكعك والله طلع روعة روعة كتير. يعني شكل وريحة وطعم ما شاء الله. فبتمنى انكم تجربوا طريقتي، وانا متأكدة ان شاء الله راح تعجبكم كتير. وكل عام وانتم بخير حبايبي، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية ان شاء الله. ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد.
في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.